وحشتوني كتير. بقالنا 3 ايام بقدم لكم فيديوهات لنتيجة الوصفة الاقتصادية للحمة اللي عملناها مع بعض. ما حبيتش انزل لكم الوصفة كده بس، حبيت انزل بنتيجة كل حاجة علشان بس تستفادوا وتكون الفيديو كده فيه مصداقية لكل حاجة عملناها. هرجع لكم بقى بايدي فاضية؟ لا، النهاردة هنعمل احلى تاكو فراخ بطريقة مختلفة شوية عن المعتاد بتاعتها، بس بجد هتعجبكم جدا جدا. وكمان هقول لكم على كل البدايل اللي ممكن نستخدمها في الوصفة دي. وانا كمان النهاردة عملتها بالرقاق الطري العادي اللي احنا بنستخدمه في الاعياد ده، فبجد هتلاقوا الطريقة سهلة جدا وما فيهاش اي فكرة ولا اي افتكاسة، بل بالعكس طعمها حلو قوي قوي قوي. يلا نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. وقبل اي حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو ده، ويا ريت يا ريت لو لسه مشتركتيش بجد تشتركي. انا 70% من اللي بيتابعوني مش مشتركين في القناة بجد والله. يعني انا بتجيلي في الاحصائيات كده ان 70% بيشوفوا الفيديو كويس جدا لكن مش بيشتركوا في القناة، وال20% بس هم اللي مشتركين. فياريت ياريت لو لسه مش مشتركة في القناة تفعلي زرار الجرس كمان علشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد ممكن. ونشوف هنا كده عملنا ايه مع بعض في الوصفة دي. الوصفة دي النهاردة انا هعمل بالعربي كده رقاق طري بالشاورما بالبشاميل. بصوا، ميكس كده حاجات مع بعض هيدينا نتيجة حلوة جدا. انا هنا بقطع الفراخ بتاعتي اللي انا هستخدمها. انا هستخدم فص واحد بس من الصدور بتاعه الفراخ، تمام؟ يعني انا العلبه اللي كانت معايا دي كان فيها صدور فراخ، تمام؟ لكن انا مش هستخدمها كلها، انا هستخدم فص واحد بس، زي ما انتي بتسميه. ومن الفص التاني لان انا خلاص قررت ان انا هستخدمه بانيه، فانا اخدت منه الحتة اللي هي بتكون زيادة دي، تمام؟ مش هستخدم اكتر من كده، وهتبقى وجبة حلوة ومشبعة جدا. قطعت بقى الفراخ بتاعتي دي لقطع كده صغيرة، قطعيها بالطريقة اللي تريحك وبالطريقة اللي انتي تحبي تاكليها بيها. وهحطها في طاسة فيها زيت. اول ما يسخن هنزل الفراخ بتاعتي في الطاسة دي، ومش هقلبها خالص لغاية لما تاخد الصدمة. وهنا كده هحضر الخضار بتاعي اللي هحط عليه. معايا بصل، طماطم، فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، هغسلهم واقطعهم وهنزلهم على الفراخ بتاعتي، تمام؟ بس انا حسيت ان كمية الخضار حلوة جدا وكبيرة، فغيرت الطاسة لطاسة تانية علشان تستوعب بس الكمية اللي انا هحطها فيها. لو ما عندكوش فلفل الوان قطعوا بس فلفل اخضر عادي، تمام؟ فلفل اخضر وبصل. وانا كمان كنت حاطه طماطمتين، استخدمت طماطميه واحده بس. النتيجة النهاردة بإذن الله تعجبكم. أنا ناس كتير دقتها يعني وبجد عجبتها خالص. وكان منهم اصحابي يقولي فجأة كده، وكان احلى يوم بجد ان هم داقوا الوصفة دي وعجبتهم. وفرحت ان الطعم اللي انا بحبه ما بكونش حباه عشان انا عاملاه، بيكون فعلا حلو. يلا بقى نكمل باقي الوصفة بتاعتنا. هنا كده انا كان معايا التوم بتاعي دقيته، خدت نصه هحط عليه معلقة من الطماطم الجاهزة علشان تديني طعم حلو كده للشاورما اللي انا عاملاها دي. وهحط معلقة من الخل مثلا، وهعصر عليها ليمونة. وهحط طبعا التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود، وهقلبها. ودي هحطها مع الفراخ كده وهي بتستوي. والنص التاني اللي انا شايلاه هنشوف هنعمل ايه بيه مع بعض. يبقى انا هنا كده حطيت التوم بتاعي، وحطيت عليه معلقة صلصة جاهزة وخل وليمون، وحطيت التوابل بتاعتي فلفل اسود وملح. وكمان انا معايا ورا هنا توابل الشاورما الجاهزة، الكيس بتاع التوابل الجاهزة يعني، فهستخدمه. وكمان هستخدم التوابل اللي هي ايه دي، البشاميل الجاهز، تمام؟ خلطة البشاميل الجاهزة اللي فيها طعم الجبن.
هنا كده انا كنت نقلت الفراخ بتاعتي في حاجة اكبر، يعني هنزل عليها بقى البصل اول ما ياخد تشويحة كده ويبدأ يدبل، هنزل عليها بباقي الخضار بتاعي. تمام، هدي بس تقلبتين للبصل الاول وهنزل عليهم بالخلطة اللي انا عملتها بتاعة التوم. لو جربتوا الوصفة دي لازم تقولولي في الكومنتات عجبتكم ولا لا، وقولولي كمان انتوا بتعملوها ولا لا، وهقول لكم دلوقتي على كل البدايل. هنا كده طبعا لو انتي مش عايزة تجيبي التوابل بتاعة الشاورما، هتحطي طبعا ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ. تمام، وحطينا كده التوم بالطماطم بتاعتنا. بصوا اول ما نحط التوم بالطماطم هتدي الفراخ كده لون حلو بجد، الميكس ده بيودي الشاورما في حتة تانية خالص. هديها بس كده تقلبتين قبل ما انزل عليها باقي الخضار بتاعي. الطريقة دي بتدينا طعم مختلف للرقاق اللي احنا عملناه، وكمان انا هقول لكم على بدايل الرقاق اللي ممكن نستخدمها بس لما يجي يعني وقتها. هنا كده انا حطيت كل الخضار بتاع الباقي وهقلب كويس جدا بقى. وفي الخطوة دي الفراخ بتاعتي خلاص بتكون يعني اوريدي كده استوت. تمام، فاحنا بس هندي تقلبتين علشان الخضار بتاعنا ده يتشوح وبس كده هتبقى الفراخ بتاعتي جاهزة على التقديم في الصينية. تمام، بس قبل ما اقفل على الفراخ هعمل اخر خطوة، وهي ان انا هحط باقي التوم اللي احنا كنا شايلينه على جنب. هحطه بس دقيقة ايه، مش هكمل، انا مش عايزاه ولا يصفر ولا اي حاجة، انا عايزة طعمه وريحته يكونوا لسه موجودين. هحط كده الباقي بتاعه، هقلب تقلبتين وخلاص هقفل على الفراخ. بجد الشاورما دي لو انتوا عملتوها حتى في عيش بلدي يا لهوي بتبقى خطيرة، والله كانت خطيرة جدا جدا. نسيت اقول لكم، انا برضو قبل ما اقفل هاخد معلقة من البشاميل الجاهز. تمام، هحط معلقة من البشاميل الجاهز ده وهحط عليه شوية من اللبن وهقلب كويس جدا. هيديني الشاورما بتاعتي دي ان انا مغرقاها جبن. حتى وانا بقلب دلوقتي هتشوفوا ان هي كده فيها زي مطة كده من الجبن او من البشاميل الجبن اللي احنا حطيناه، اداها كده ايحاء ان هي مليانة جبن. تمام، حطيت بس الموبايل بتاعي على الشاحن عشان كان هيفصل. بصوا هندي بقى تقلبتين كده في الاخر وبس، زي الفل. عيش بلدي، عيش فينو، بصي تاكليها كده بجد كان طعمها خطير خطير خطير. يلا بقى انا هنا كده خلاص هقفل عليها، بس قبل ما اقفل لازم تشيكوا على كل حاجة يا جماعة وتشوفوا الملح والحاجات بتاعتكم. انا كنت بقولكم بجد هي طعمها حلوة قوي. يلا كده انا كان معايا الكيس ده يعني من الرقاق. تمام، انا مش هكدب عليكم، انا اصلا كنت فاكراه اللي هو العيش التورتيلا او عيش التاكو نفسه اللي هو بيكون صغير ده، لكن لقيته هو رقاق. فعادي عادي يعني احنا بنستخدم كل حاجة. هنا كده انا كان معايا اللبن بتاعي، بصوا بالقشطة بتاعته يعني ما شاء الله كانت قشطته حلوة قوي، فهنستخدمه كده. هنحط عليه باقي الكيس البشاميل الجاهز اللي بالجبن ده، وهنقلب كويس على البارد. ده البشاميل على البارد، مش هحط فيه دهون كتير او كده. تمام، حطيت اللبن وهو ساقع هحط عليه البشاميل بتاعي. بديل البشاميل الجاهز ده طبعا الدقيق، اذا كنتي هتحطيه على الفراخ الشاورما الفراخ بتاعتك، او اذا كنتي هتحطيه في البشاميل. تمام، معلقة من الدقيق عليها معلقة من اللبن في الفراخ وهتقلبيهم وهيبقى تمام. ممكن تحطي جبن بقى على الفراخ. وهنا كده البشاميل اللي كان جاهز، وادي الصينية بتاعتي. لو انتوا هتعملوا بالتاني مش هتحتاجوا كتير لسمنة، لكن الرقاق بيحب السمنة عشان يبقى مورق وكده، واحنا مش هنستخدم رقاق كتير. احنا هنستخدم في الوصفة دي تقريبا بالظبط 4 أو 5 رقاقات.
او 4 رقات ونص كمان. حطيت بقى معلقة كده معلقتين، حطيت كده حبة من البشاميل من تحت، وهبدأ بقى ارص الرقاق بتاعي. طبعا مودي معايا في المطبخ، مش حابة اقول لكم اكتر من كده، ان انا طول ما انا في المطبخ مودي بيكون معايا. تمام. حطيت بقى الرقاق بتاعي، انا كده كده مش معايا رقاق كتير، او انا مش هستخدم رقاق كتير، فانا مش هحطه بالطريقة التقليدية اللي هو فوق بعضه، فانا هعمله بالطريقة دي، وجربوها بجد هيعجبكم جدا. حطيت الورق كده نص جوه ونص بره. تمام. وهيبقى معايا نص ورقة تقريبا باقية، هحطها في الحتة اللي من تحت دي، عشان الفراخ لما اجي احطها تبقى واخدة وضعها كده. وهنا كده بعد ما نحطهم هندهن الطبقة دي كده برضو من السمنة، علشان يبقى كويس يعني معايا كده ومورق كده في نفسه. تمام. بعد ما خلصت الخطوة دي هحط برضو بشاميل تاني، علشان انا عايزاها تكون جوسي كده وحلوة، فكتري بشاميل يبقى تكتري وما تستخسريش عادي يعني. حطيت بقى بشاميل كده شوية، وهبدأ احط الفراخ بتاعتي دلوقتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناة ولا حطيتي اللايك، يلا فضلا كده ان انتي تشتركي في قناتي وتحطي اللايك للفيديو ده، لان بجد الوصفة تستاهل، ووصفة حلوة جدا جدا. حطيت كده بقى الشاورما بتاعتي او الفراخ اللي بالخضار دي اللي احنا عملناها، هنحطها. وعايزة اقول لكم البدايل بقى للرقاق، ان انتي ممكن تحطي، طيب هقول لكم بس معلش اللقطة دي، ان احنا بنحط بطاطس محمرة. تمام. عايزة تحطيها تمام، عايزة تسكيبي الخطوة دي تمام، لكن البطاطس برضو بتدي طعم حلو كده في الاكل، وبالاخص يعني ان مودي هو عمال ياكلها من قبل اي حاجة ف بتدي طعم كده وتست حلو للموضوع. وحطيت كده رشة من الفلفل الاسود، علشان حسيت ان البطاطس محتاجة يعني. هنا كده كنا بنقول لبدايل الرقاق اللي انا عاملاها: عيش التاكو نفسه، عيش التورتيلا، العيش السوري. بصوا، ممكن تعملوها بأي حاجة عندكم. ممكن لو مش عارفين تعملوا كل ده، لو بتعرفوا تعملوا العيش بتاع الكريب، اعملوه خفيف شوية وحطوه فيه كده. قلت لكم على البديل بتاع الرقاق، ان انتي ممكن تستخدمي اي حاجة من دول، وان شاء الله هتطلع بنفس النتيجة، لان هو كله دقيق وحاجات، بس هو بيختلف في الشكل فقط. تمام. هعمله لكم مرة بالعيش اللي هو التاكو ده الاصلي، بجد بيبقى حلو جدا. حطيت بقى قفلت كده قصدي على الرقاق بتاعي، وحطيت برضو بين الطبقات سمنة. تمام. وهحط من فوق الوش بقى بشاميل كده، وغرقي بشاميل حضرتك. بصوا، مش قادرة اقول لكم بجد حلوة قد ايه. انا بجد من كتر ما الوصفة دي انا اول مرة اعملها، وكنت خايفة وعملتها حلو، فانا كنت مبسوطة بيها جدا. تمام. ان شاء الله انتوا كمان تعملوها وتعجبكم، وياريت تكتبولي في الكومنتات انا عملتها صح ولا لأ، انتوا كمان بتعملوها بنفس الطريقة ولا عندكم طريقة تانية. وياريت لو عملتوها تعرفوني في الكومنتات وتفرحوني نجحت معاكم ولا لأ، وعجبتكم ولا لأ. هنا كده كنا خلصنا الصينية بتاعتنا. هنرش بس رشة كده من الموتزاريلا من فوق الوش، وهندخلها الفرن، وهتبقى رائعة. انا الموبايل بتاعي هيفصل في اخر الفيديو، بس انا هوريكم كل حاجة، هوريها لكم هي طالعة ازاي، وهقطعها معاكم. بس الموبايل يعني فصل في اخر حتة كده. تمام. هنا كده حطيت بقى الجبن بتاعتي، وهدخلها الفرن، وهتشوفوا كده العظمة وهي بتطلع. شايفين البشاميل اللي فيها كتير وحلو، وده اللي هيسويها كويس، وهيخليها كده جوسي وجميلة. شايفين بقى؟ بصوا الحلاوة والشياكة والأناقة، حلوة جدا. هقطعها معاكم اهو دلوقتي. بس احنا كده هنبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ياريت لو عجبك الفيديو ده تكتبيلي وتعرفيني
عجبك ولا لأ، وهي دي طريقتك ولا لأ في التاكو الفراخ، تمام، او الرقاق الطري بالفراخ المحشية. هنطلعها كده وهنشوف هي قد ايه جوسي وطرية، وكانت في الاكل حلوة جدا وخفيفة جدا على فكرة. فيا رب الوصفة تكون عجبتكم، ويا رب الفيديو يكون كده خفيف ولطيف على قلوبكم. اسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. يلا باي باي.